مشاهدين، معانا أسماء علي سيد أحمد، قارئة جيدة للقرآن، نتعرف عليها ونشوف موهبتها. أسماء أهلا بيكي. أنت عندك 15 سنة؟ عندي 15 سنة. سنة كام يا أسماء؟ مدرسة إيه؟ أزهرية. أنت بتطبقي نظرية دمج الطالب الكفيف مع الطالب العادي. مشاكلك إيه مع الطلبة يا أسماء أولاً؟ زمايلك في المدرسة في مشاكل ولا أنت مبسوطة؟ يعني تأيدي إن يبقى في مدارس خاصة للموقفين ولا الموقفين يتعلموا مع الطلبة العاديين؟ طبعا لازم يكون في مدارس عشان لازم يكون بتحل مشكلة البرايل ازاي؟ تقرا ازاي كتابك؟ طريقة برايل، الطريقة البارزة اللي بيقولوا بيها المصريين، ما تقريش الكيمياء؟ طب انت بتوصلي ازاي لكتابك او للمعلومة بتوصلي ازاي؟ مين بيحفظك المعلومة؟ بتراجعي او بتصحي معلومة؟ ما شاء الله يا اسماء، يعني انت ما بتقريش خالص، انت كله على السماع، على الودن. اعزائي المشاهدين، عبره ربنا سبحانه وتعالى بياخد البصر، اداها العقل والاستيعاب والسمع. ده السمع اللي عندها ذاكره بتخزن فيها كل اللي هي عايزاه، اذا ما فيش مشكله يا اسماء، مش كده؟ طب اسماء اسمع مني حاجه كده، يعني حاجه صغيره كده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وهم بالآخرة هم كافرون. صدق الله العظيم. أسماء دي قراءة إيه؟ حفص عن عاصم ولا إيه؟ أنت حافظة كم قراءة؟ أنا أحفظ القرآن كاملا وأحفظ التحفة الجزائرية شاطرين، لكن لسه ما اتشرحتش. أنا أعرف أقرأ برواية شعر. طب أنت مش حافظة حاجة من ألفية ابن مالك؟ ألفية ابن مالك؟ حافظة الألف بيت بتوع الشاطبية؟ طب قولي لنا حاجة كده بس من الآخر عشان إيه؟ وما يخدعون الفتح من قبل ساكن وبعد زكا والغير كالحرف أولا وخفف كوفي يكتبون ويأبون ماشي يا اسماء، احنا بنشكرك جدا ونشكر تميزك ونتواصل معكم اعزائي المشاهدين داخل المهرجان لمشاهدة المسرحية.